لما ظهر المطرب المقنع توليت كان في توقعات كتير من رواد السوشيال ميديا حوالين شخصيته، بس الانقسام الكبير كان بين انه الرابر خفاجي او انه عبد الله ابن النجم عمرو دياب، لحد ما النهارده عبد الله ابن الهضبه قرر يثير الجدل ونشر مجموعه صور مع اصدقائه على الانستجرام وعلق عليها بكلمه واحده بس هي توليت. الناس اعتبرت ان عبد الله كده بيكشف عن شخصيته وان هو خلاص المطرب المقنع، لكن الحقيقه انه ما اعترفش ولا حاجه، هو بس قرر يثير الجدل لانه لو عايز يقول انه توليت كان حسم الامر وقالها بشكل صريح. لكن اللافت للانتباه ان تعليقات على الصور هتلاقي اخوات عبد الله جانا وكنزي عمرو دياب، وتالتهم هو حساب توليت اللي علق بورده وعينين. كان ممكن توليت يعلق ويقول ازاي تستغل اسمي ويعمل اي رد فعل، وساعتها كان تعليقه هيتصدر اخبار المواقع والسوشيال ميديا، لكنه اكتفى بانه يحط ورده وعينين على كل صوره نشرها عبد الله، وده زود الشكوك اكتر في ان هو نفس الشخص. التوقعات بتقول ان توليت قرب يكشف عن وجهه لان خلاص الافيه بيموت والناس ما بقتش مشغوله بيه، وبدات تنساه لان في 1000 ترند تاني هيطلع وهيدوس عليه، وبالتالي ما فيش حل غير انه يكشف عن وجهه ويبني على الحاله اللي عملها بتقديم اغاني اكتر تخلي الناس ترتبط بيه اكتر، بدل ما هي بس عندها فضول تعرف مين اللي تحت القناع ومش مهم يكمل ولا ما يكملش. وسؤال هنا، تفتكر من وجهه نظرك الفنان المقنع توليت هو عبد الله عمرو دياب ولا حد تاني؟ شاركونا رأي في التعليقات.